ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ أنا عمر عبد الرحمن. إن شاء الله في الفيديو ده هيكون آخر فيديو في سلسلة ديفوست، وده خلاص كده يعني هنبتدي إن احنا ننقطع لحد ما إن شاء الله ننزل فيديوهات جديدة. كل سنة وانتم طيبين، عملت خلاص عشان الأسبوع الجاي هو آخر أسبوع في رمضان، فيلا بينا نخش في محتوى الفيديو. بالنسبة لمحتوى الفيديو ده فهو خلاص يعني احنا خلصنا كل الأساسيات اللي في ديفوست. يعني احنا قلنا ازاي ان انت تجيب فكرة، ازاي انك تكون تيم، ازاي انك تبرمج فكرتك وهكذا. اما باقي بس حاجة واحدة اللي هو خلاص انت عشان تكون انك ختمت ديفوست خلاص، هو انك تهوست هاكاثون. انك تهوست هاكاثون يعني ان انت زي ما انت بتشارك في هاكاثونز، لا انت بقى اللي تكون الهاكاثون، اللي انت بتمانج الهاكاثون ذات نفسه، يعني انت اللي تكون عامل هاكاثون خاص بيك، وبارتيسيبانتس هم اللي يبتدوا ان هم يشاركوا. وكمان تقدر انك تعمل هاكاثون يبقى فيه برايزز ماليه، وفي كوبونات بقى من شركات وهكذا، والحاجات دي لسه هشرحها في السلايدز اللي جايه في الفيديو. فيعني الهاكاثون تقدر انك تخليه بروفيشنال قوي عن طريق ان انت تجمع برايس بول عاليه قوي. مثلا يعني الهاكاثون اللي احنا استضفناه كنا عملنا $60,000 برايس بول، تمام. ودي مش بتبقى بشكل نقدي ان هو هيتحولوا مثلا على حساب الشخص، لا هي بتبقى عباره عن كوبونات في شركات كتير قوي، يعني شركات كورسات، شركات دومينز يعني، وغيرها. يعني هي الفلوس دي انت مش بتاخدها كاش، لا انت بتاخدها في هيئه كوبونات، تمام. لان انت لو خدتها كاش فهو الشركه هتستفاد ايه لما تديك فلوس كاش؟ لا هم بيدوك زي السبسكريبشنز كده ببلاش كده، مثلا لمده شهر مثلا ولا حاجه، علشان ايه؟ تجرب بقى المنتج بتاعهم، وده يبقى ماركتنج ليهم، تمام. فيعني ده غير اصلا الشركات دي بتمضي معاك كونتراكت يعني علشان يضمنوا انت مش هتسكام او ان انت مش هتكذب عليهم، بس لسه يعني ايه الحاجات دي هخش فيها قدام. فنخش على السلايد اللي بعدها، او نخش في السلايد دي قصدي، اللي هو افضل ما انت بتجيني، يعني بعد ما انت بتجيني اكسبيرينس كده وانك تفوز باكتر من برايز وهاكاثون وهكذا، فخلاص انت بيجي دورك بقى ان انت بقى انك تلانش الهاكاثون بتاعك. فانت بتخش هنا على هوست هاكاثون، بعد كده بقى ايه هنا هوست ببلش هاكاثون وهكذا، تمام. فانت بعد ما انت بتعمل الهاكاثون بتاعك، حد من الديف تيم ممبرز هيجيت ان تاتش ويز يو يعني، وهيقعد يقول لك انت بقى ايه الهاكاثون اللي انت عايزه عباره عن ايه، وهيبقى عباره عن ايه وهكذا، بس تمام. نخش بقى ايه في مراحل متقدمه شويه. اول حاجه انت لما تيجي تهوست هاكاثون ده لما تيجي تدخل على صورتك في ديفوست، ده بيبقى ايه قبل ما انت تمانج هاكاثون، لكن او قبل انت تعمل هوست الهاكاثون. بعد ما انت تعمل هوست الهاكاثون هنا بيبقى فيه هنا ايه زي بوتن جديد كده اللي هو مانج هاكاثونز، تمام. بعد كده بقى ايه، انت بعد ما انت بتعمل ابروفد وببلشت هاكاثون خلاص، انت بيبقى عندك الاكسس ان انت تغير كل حاجه في الهاكاثون، الصوره والاسم وتقعد بقى ايه مثلا كل ما البرايس بول مثلا بتاعتك بتزيد فتيجي انت بقى ايه مزودها وهكذا، تمام. بعد كده بقى ايه بنخش على شويه حاجات بقى ايه زياده علشان نخلي الهاكاثون ذات نفسه يبقى احترافي اكتر. حاول دايما ان انت تلانش الهاكاثون بتاعك بشكل سريع، علشان اصلا تخش، عشان في ممبرز كتير يخشوا. بمعنى يعني مثلا حاول ان انت تطول المده بتاعت الهاكاثون بتاعك شويه، يعني مثلا تعمل الهاكاثون بتاعك يقعد مثلا مده شهرين مثلا، تمام. في الشهرين دول حرفيا انت بتكون بتجمع بارتيسيبنتس، لان انت ما تتوقعش ان انت مثلا في اسبوعين هتجمع مثلا 1000 واحد، يعني لا صعب. ده الهاكاثونز اللي بيبقى فيها مثلا 1000 واحد ده مثلا يا بيكون شركه كبيره هي اللي عامله الهاكاثون، وكمان ممكن يكون مش 1000، ممكن يكون 2000، 10000 او اكتر. لكن مثلا حد لو مثلا شخص طبيعي هو عايز يعمل هاكاثون، فاول حاجه هو بيعمل الهاكاثون بدري شويه، يعني مثلا ممكن 3 4 شهور عشان يقعد يجمع بارتيسيبانتس كتير قوي، مثلا لحد ما يوصلوا ل 2000. وغير كده برضو البرايس بول هو عامة دي بتبقى عبارة عن محفز للشخص ان هو يبارتيسيبيت في الهاكاثون، يعني ان هو مثلا لما يشوف ان في جوائز ماليه كتير بقى ومش عارف ايه وهكذا، يقول لا انا هخش انافس على الرغم حتى لو عدد كبير، ممكن تضرب معايا واكسب مثلا هكذا، تمام. فحاول ان انت تعمل الهاكاثون بتاعك يبقى على مده طويله، ان انت قبل ما يبدا ويشتغل يبقى ايه تكون جمعت ممبرز كويسين، وكل شويه وطول الفتره يبقى اقعد بقى جمع بقى في برايس بول عاليه بقى وهكذا، تمام. وحاجه مهمه قوي قوي بقى ان انت حاول انك ما تستناش لحد ما يجيلك سبونسرز او جادجز، تمام. يعني لان اول حاجه انت لما تيجي مثلا تيميل مثلا شركه ولا جورج مثلا معين، وهتقول له ان انا هعمل هاكاثون ومش عارف ايه، وعايزك انك تدعمني مثلا بانك تديني مثلا 50 كوبون مثلا اوزعهم على المركز الاول او حاجه زي كده، فهو مش هيرضى يديك اي حاجه ولا حتى يخش معاك ميتنج او حتى يرد عليك غير لما يشوف في خطوه معينه اتخذت او خطوه فعلا اتخذت.
يعني هو مثلا ما تروحش تقول ان انا هعمل هاكاثون ده مثلا كمان اسبوعين لسه، وانا محتاج مثلا مصاريف، لا اعمل الهاكاثون وحاول تجمع مثلا كذا بارتيسيبنت، ويبقى ليك سيم واضح ويبقى ليك هويه واضحه، و يعني تحاول انك ايه، يعني تخلي الدنيا ايه متنظمه على الاقل، عشان مثلا تيجي تكلم جورج وتبعت له مثلا ايميل تحط لينك الهاكاثون تحت، وتقعد تشرح له الهاكاثون ده عباره عن ايه، وشركتكم مثلا هتفيدني مثلا، يعني نفرض مثلا هي شركه كورسات للكمبيوتر ساينس مثلا، فتقول مثلا دلوقتي ان انا الهاكاثون مثلا بتاعي بيبقى مثلا اوبن اندد مثلا، يعني الافكار بتاعته اوبن اندد، اللي هو في بتحل مثلا اي مشكله عامه في الكمبيوتر ساينس مثلا، او ليه حاجه قصدي ليها علاقه بالكمبيوتر ساينس يعني. فانت دلوقتي ايه هتروح بقى للشركه تقول لهم دلوقتي ان هو الهاكاثون ده بقى بيجمع كل الناس اللي عايزين يعملوا بروجكتات مثلا اوبن اندد، مثلا كمبيوتر ساينس اوبن اندد ده اللي هو يعني حاجه كده اللي هو مش مقيده بحاجه، يعني هي اوبن عامه من اسمها. تمام. فهو دلوقتي هتقول انه دلوقتي اكيد في بارتيسيبانتس مثلا هم عايزين يعلوا خبرتهم عن طريق ان هم ياخدوا الكورسات بتاعتكم وهكذا. تمام. بس نخش هنا بقى ايه على السلايد اللي ودي اصلا مهم قوي السلايد دي عامه. حاول دايما بقى ايه، او دي حاجه مهمه قوي ان انت تحط اسماء السبونسرز بتوعك في الهاكسون ذات نفسه. يعني انت مثلا لما تيجي تفتح هاكسون، ثانية انا هفتح قدامك دلوقتي، دخلت مثلا هنا على هاكسون مثلا، نفس الهاكسون ده اللي في كل الحلقات يعني سبحان الله. ماشي. هتلاقي هنا هو هنا الهاكتون سبونسرز دول انا ما اعرفش بصراحه الحاجات دي يعني، بس هي ايه دي سبونسرز. ده كان معانا السبونسر ده كان معانا في الهاكسون بتاعنا. تمام. هو دي السبونسرز الموجوده عامه يعني، هو دول اللي حاطينهم هكذا. تمام. بس فهنا عندك هنا الشركات دي كلها تقدر انك تدور عليها يعني، وتشوف هو هيفيد في يفيد الهاكسون بتاعك في ايه. واهم حاجه ان انت لما تيجي تتكلم السبونسر ما تبقاش بتتكلم بطريقه جنرال، لا خليك سبيسيفيك عشان يبقى فاهم انت عايز ايه. اول حاجه مثلا تروح الشركه الفلانيه تقول لهم انا مثلا تعرفهم عن نفسك وعن الهاكسون بتاعك، ويا ريت انك تبعت لهم مثلا لينكد بروفايل بتاعك يكون بروفيشنال كده وحلو، وتقعد تقول لهم انا عايز 1 2 3 منكم وانا هديك 1 2 3. يعني مثلا دلوقتي انت هتعمل مثلا ماركتنج للشركه بتاعتهم مثلا عندك، وده عن طريق مثلا ان انتوا تدوني مثلا 50 كوبون مثلا اوزعهم لكل لكل مثلا بارتيسيبنتس مثلا اللي موجوده وكذا. تمام. ومعظم او مثلا ممكن بعض من الشركات دي هيطلبوا ان انت تسكدول ميتنج معاهم، وتخش مثلا معاهم في ميتنج وتتفقوا على 1 2 3، وغيرهم مثلا ممكن يمضي معاك كونتراكت اللي هو يمضي معاك عقد ان انت هتعمل فعلا ده. ويعني حاول انك تتجنب المشاكل يعني، وتعمل اللي هم فعلا قالوا عليه يعني. تمام. عشان ما تخش في دوامه كبيره. واكيد طبعا حاجه مهمه قوي، انت لما تيجي تلم جادج فانت بتلمهم عن طريق انك بتحط فورم كده، والجادجز بقى ايه بيملوها عشان يخشوا عندك. تمام. فانت لما تيجي تلم جادجز مثلا معينه، او حتى لو انت اللي هتجادج، فاكيد انت المفروض انك تعمل التمبلت دي يمشوا عليها كل الجادجز مثلا، على الاقل حتى يكونوا فاهمين هم هيجادجوا على ايه بالظبط. يعني هم مثلا لو هم قدامهم مشروع فايب كودنج بس هو بيحل المشكله، بس الكود بتاعه مش حلو، طب هل اكسبه ولا لا، وهكذا يعني. هو هيشوف هو هيقيم على ايه بالظبط يعني. بس تمام. بعد كده حاجه مهمه قوي 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 انك تعمل سيرفر ديسكورد عشان يبقى فيه اناونسمنتس، يبقى فيه اللي كسب، يبقى فيه اللي خسر، يبقى فيه كل حاجه، يبقى فيه مثلا لو انتوا الجادجنج مثلا يتاخر ساعه زياده، يوم زياده، اسبوع زياده، تكونوا قايلين لهم عشان مثلا ما حدش يقعد يبعت لكم بقى ايه في الكونتاكت ذات نفسه الموجود في تيمفوست اللي هو بقى ايه طب يا جماعه انتوا اتاخرتوا ليه. لا يبقى فيه سيرفر ديسكورد كده، ويبقى كمان يا ريت بقى ان هو يبقى ايه من الشروط انك تخش اصلا هاكس، انك تخش انك تكون في سيرفر ديسكورد علشان يعني يدخلوا تبع يعني كل حاجه. تمام. تبعتوا بقى ايه، يبقى في مثلا شات ما بين الممبرز، يبقى في بقى دلوقتي انونسمنتس مثلا مين كسب وهكذا، وايه البرايس بول، وايه السبونسر الجديد اللي دخل، حاجه زي كده. تمام. فبتاع ده يعني ده مثلا الشغلات اللي كانت موجوده في سيرفر الديسكورد وكده. وهنا دي كانت جورجن كرايتيريا، دي هتبقى في الجوجل درايف ده، وابقى احط الجوجل درايف ده في الديسكربشن بتاع الفيديو يعني. او لو حد موجود في الجروب بتاع القناه بتاع الواتس هبقى كده كده ببعت البرزنتيشن يعني، واي حد عايز يشوف الجورجن كرايتيريا اوكي يعني بشوفها يعني. وخلاص كده احنا خلصنا حلقتنا وخلصنا كمان السلسلة. وبس كده كل سنة وانتم طيبين، عشان خلاص يعني الفضل اسبوع على العيد، وساعتها يعني احنا خلاص احنا هننقطع، ما اظنش ان احنا هننزل الفترة الجاية. ان شاء الله باذن الله ربنا يكرم يعني، ويبقى في حاجات تانية احنا هننزلها، بس لحد الفترة دي احنا مش هننزل حاجات. وبس كده. سلام عليكم.